الشك، الكلمة دي عاملة زي النار اللي بتاكل في البيوت من جوه، ولو ملحقناهاش من بدري هتحرق كل حاجة حوالينا، هتدمر كل علاقاتك، هتدمر كل حياتك الشخصية. ازيكم؟ في البداية أنا عاوزاك تسأل نفسك ايه اللي بيخليك توصل لمرحلة الشك؟ هل هو خوفك من الخيانة، قلة ثقتك في اللي حواليك، أو قلة ثقتك بنفسك؟ خلينا متفقين إن الشك لما بيخش حياتنا بيبدأ صغير قوي، زي هو ليه اتأخر في الرد عليا؟ هو ليه ما بيسألش؟ هو اختفى فجأة بقاله ربع ساعة بيعمل ايه؟ هو مين دي؟ هي ليه غيرت الباسورد بتاعها؟ حاجات عادية جدا جدا، بس احنا ممكن نبص لها من ناحية تانية خالص فنوصل ان احنا نبدأ نشك. المشكلة في الشك انه ما بيقفش عند حدود معينة، هو بيبدأ يلعب في دماغك من جوه وياكل فيها، بيبدأ يوصل لمرحلة ان هو بيعميك عن كل الحقائق ويخليك تشوف حاجات مش موجودة، وبدل ما تكون صريح مع شريكك بتبدأ تفكر في سيناريوهات كلها ملهاش اي اساس من الصحة وتبدأ تصدقها. فبدل ما تروح للطرف التاني وتتكلم معاه بتبدأ تكبر الظنون الغلط دي كلها جوه دماغك وتفضل ساكت. وللأسف الشك ده عامل زي فيروس بينتشر بسرعة جدا جدا في حياتنا، لو ما لحقناش نحط له حد، لو ما لحقناش نوقفه، لو ما لحقناش نفوق لنفسنا. تقدروا تقولوا لي كام بيت اتخرب بسبب الشك؟ كام علاقة انتهت وباظت بسبب ان في طرف من الطرفين شكاك؟ ولو فكرنا شوية هنلاقي ان اكبر واكتر الحاجات اللي شكينا فيها كانت مجرد اوهام في دماغنا. زي مثلا هنتكلم عن مثل صغير، ويا رب البنات ما تزعلش مني. في بنات بتوصل لمرحلة كبيرة في الغيرة، او هي بتبقى شايفة ان دي غيرة، توصل لمرحلة ان هي بتراقب كل خطوات شريكها، تبدأ تفتح مسجاته، تاخد باسورد تليفونه، تخش تقلب في كل حاجة عنده في السوشيال، بتخش على كل الرسائل، بتبقى بجد ماشية وراه. لو هو اتأخر شوية في الرد عليها بيبقى بيخونها، بالنسبة لها هو كده بيخونها، ما فيهاش افتراضات. وبرده في رجالة بتوصل للموضوع ده ان هو دايما هي لو ما ردتش دلوقتي فهي ما ردتش، ازاي ما تردش على التليفون؟ لو بتتكلم مع حد او لو زميلها بيقول لها حاجة مثلا وهي في الجامعة، انت ازاي بتعملي كده؟ يا جماعة لازم يكون في شوية ثقة ما بيننا. انت ممكن او انت ممكن تخلي الشخص اللي قدامك يخونك بسبب طريقتك دي. انت بتفضلي تشكي، انت بتخوني، انت بتعمل، انت بتروح، انت بتيجي، وهو ممكن يكون ما بيعملش كل الحاجات دي، هو قاعد مع اصحابه عادي، بس من كتر الضغط اللي انت عاملاه عليه، من كتر ما هو بجد اتخنق من اللي انت بتعمليه ده، ممكن يوصل لمرحلة انه فعلا يخونك. وانا هنا مش مع ده، يعني هنا ما بقولش ان الخيانة حاجة كويسة، بس انا بتكلم في نقطة ان الشك بيوصل لكوارث كتيرة جدا. نحاول ان احنا نكون في النص، اللي هو لا نكون عادي جدا الموضوع مش فارق معانا، ولا نكون شكاكين جدا لدرجة ان احنا نخلي الطرف الاخر يكرهنا ويزهق مننا. وهقول تنويه بسيط ان انا هنا برضو مش بقول ان الرجاله ملايكه، ولا ان البنات كويسين جدا، ولا انا لازم اكون قاعد حاطط على قلبي طراوه وعادي الموضوع بالنسبه لي. لا، في ناس كتير الخيانه في طبعها، في ناس كتير مش كويسه من جواها، في ناس كتير نفوسها بجد مش حلوه وبيكونوا اقرب صحاب لبعض. بس انا هنا بتكلم عن الحاجات الطبيعيه، الناس اللي بجد كويسه، الناس النورمال. ان انا الشك ده لو دخل حياتي بجد بيدمرها، مش بتكلم عن كل الحاجات اللي هي شاذه عن الطبيعي. لان للاسف في رجاله كتير بتبقى عايشه في نظريه المؤامره، اللي هو الست اللي معاه بتبقى كويسه وكل حاجه، وهو برضو شايف ان هي لو واحد كلمها فهي الغلطانه، لو حد بصلها فازاي حد يبصلها، فممكن توصل لخناقات ومشاكل كتير. فيا جماعه نتعامل مع بعض، بيبقى في نقاش، بيبقى في تفاهم، لازم نتكلم مع بعض، لازم يبقى في بينا حديث، لازم نبقى واثقين في بعض، لازم لما نيجي نختار شريكنا نبقى واثقين ان هو حد كويس. مش هروح اخد واحد هو كده كده كل يوم مع واحده واجي اقول انا هغيره، انا هيبقى كويس، هيبقى احسن انسان في الدنيا، او اروح اخد واحده برضو انا عارف ان هي مش كويسه واقول لا هي هتبقى كويسه، وكل خطوه تيجي تعملها اضايقها، كل خطوه تيجي تعملها اضايقها. حتى لو هي بقت كويسه وانت شاكك في سلوكها وتصرفاتها، هي هترجع تاني بسبب شكوكك الزياده الغير مبرر. فالحل هنا لازم يكون في تواصل، لازم يكون في نقاش، لازم يكون في كلام ما بيننا، نقدر نقول انت عملت كذا ليه؟ علشان عملت واحد اتنين تلاته. ما ردتش على التليفون ليه؟ علشان كنت باكل، يعني انا باكل فهرد على التليفون ازاي؟
فلازم يكون في ما بيننا حديث. اتكلم، اسأل، ما تسيبش الحاجات الصغيرة دي تكبر في دماغك. خلي عندك ثقة في الطرف التاني، علشان انت لو ما وثقتش فيه العلاقة دي استحالة تكمل. اخيرا حابة اقول ان الشك ما بيبنيش، يعني ما تفتكرش ان انت طول ما انت ماسك الطرف التاني من رقبته، مراقب كل خطواته وتحركاته، ان العلاقة دي كده احنا بنبنيها وبتكمل. ان انا بس خايف عليه، اصل انا خايف عليها، اصل انا خايفة مش عارف ايه، اصل انا واثق فيها بس مش واثق في اللي حواليها. طول ما انت محسس الطرف الاخر ان هو مربوط ومحبوس، العلاقة دي عمرها ما هتكمل، العلاقة دي صدقوني هتفشل. فخليك دايما صريح ودايما واثق من نفسك، لان الحياة اقصر بكتير جدا من المشاكل والخناقات والزعل اللي بيخش ما بيننا بسبب الشك. ممكن تحطوا لي رأيكم في التعليقات، ولو حد اتعرض لموقف زي ده او حد في الطرف الاخر شك فيه او هو بيشك في الطرف الاخر، ممكن يتكلم معانا. واستنونا في اللي جاي. سلام.